بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة جاية أقول معاكم موضوع كده، بس بالله عليكم قبل ما تدخلوا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الإشعارات الجديدة. طبعا قمت من النوم، معيش غير 20 جنيه واتنين 3 جنيه فكة تقريبا كده جنيهات، وعايزة أعمل أكل عشان الولاد في المدرسة لما يجوا يلاقوا أكل. طب هنعمل ايه بقى ب20 جنيه او ب22 جنيه؟ الله المستعان. طبعا انتوا عارفين ان الدنيا ولعت خالص ومبقاش حد عارف ايه يجيب اي حاجة ب20 جنيه ولا 10 جنيه، دي هتتلغي. بس انا فكرت ودبرت كده وعملت اكله حلوه برضو بال22 جنيه. قلت لا، ده مش هيفوت بقى حبايبي، لازم اقول لهم عليها، بس هم على شرط يعملوا لي لايك ويشجعوني ويشتركوا في القناه. بس مش عايزه منهم اكتر من كده، ويدعوا لي دعوه حلوه لو افكار كده بقولها لكم بتنفع معاكم يعني. وانا متشكره جدا على تعليقاتكم الجميله اللي بتكتبوها لي، ومتشكره جدا على تفاعلكم معايا، ومتشكره جدا للناس اللي دخلت عندي واشتركت في قناة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ومتشكرة جدا ليكم، وانتوا احلى حاجة حصلت لي في حياتي الصراحة. وربنا يديم بينا المحبة كده، ويديم بينا الود يا رب. وانا مبسوطة جدا وبشكركم صراحة. طبعا. طب يا لولو، خدتينا في دوكا كده، ما تقولي لنا عملتي ايه بال22 جنيه؟ هم كانوا 20 جنيه والله مجمدين، و2 جنيه فكة او 3 جنيه تقريبا. طب ما انتي حاطه بوري في الارض اهو يا لولو. ايه ده يعني؟ انت جايبه بوري ب100 جنيه وقاعده تضحكي علينا؟ لا في الحقيقه والله. إيه، حماتي اتصلت بيا قالت لي تعالي جايبه لك بوري. قلت فوري جت بقى، مش هجيب حاجه، جيب بس شويه سلطه كده واعمل البوري صينيه في الفرن وناكل وخلاص، كتر خيرها. وهي جايبه لي بقى هديه بقى، مش هتدفعني حاجه. لقيتها بتقولي لا يا حبيبتي، انت بتعملي فسيخ حلو قوي وبيعجبني، فانا جايبهم لك تعمليهم فسيخ وناكلهم مع بعض. يلا باظت الاكله الحمد لله. قلت طيب مش مشكله، الله المستعان، مش مهم برضو، هناكله كده كده، بس مش النهارده ولا بكره. نستنى مثلا اسبوع او 10 ايام عبال ما يتخلل وبعدين ناكله برضو، فهتبقى وفرت لنا اكله، مش مشكله، واحنا بنحب الفسيخ جدا. انا طبعا عملت الفسيخ معاكم في فيديو على القناه موجود، يعني لو حابين ترجعوا له، وفيديو وانا بنضفه معاكم وبوريه لكم. بعت لها منه واحده وعجبها قوي، قالت لي لا، اعملي لنا تاني ناكله تاني مره كمان قبل رمضان يعني. فغسلته وحطيته في المصفى اهو، وجبته هنا في البلكونه، قلت ينشف كده ويتشمع لغايه المغرب كده، ابقى ايه اخلله بنفس الطريقه اللي عملتها معاكم قبل كده. بس انا يعني قلت اخد المقدمه معاكم من البلكونه كده واحكي لكم على الموقف ده. بس يا ست كتر خيرها برضو، يعني انا كنت عايزاه توفر لي الاكله النهارده، بس الحمد لله، الله المستعان. تعالوا بقى في المطبخ اما اوريكم انا عملت ايه بال22 جنيه. بصوا، بال22 جنيه، ال2 جنيه جبت بجنيه جرجير. جرجير هو ارخص حاجه في مصر تقريبا. جرجير بجنيه. وجبت بجنيه عيش عشان عندي بطاقة تموين، فجبت بجنيه عيش مدعم كده جميل اهو، بيديني 20 رغيف بالجنيه. وعملت ايه يا لولو؟ بصوا بقى عملت ايه، بصوا الجمال بقى والحلاوة. جبت نص كيلو بتنجان اللي هو الرومي ده ب5 جنيه، ونص وكيلو طماطم ب5 جنيه، ادي 10 جنيه. وعملت طبق مسقعة تحفة من غير فلفل، ما كانش معايا فلوس اجيب فلفل، فقلت هو يعني من غير فلفل المسقعة هتعيط؟ ولا هتعيط ولا حاجة، دي هتبقى زي الفل. بصوا مسبكة وجميلة. طب يا لولو الزيت غالي، لا بصي قطعي البتنجان، استنوا ما اجيب معلقة، معلش اوريكم بس. بصوا انا قطعت البتنجان مكعبات كده، بصوا تقيله وجميله ازاي. قطعت البتنجان مكعبات ورشيت عليه ملح وسبته في المصفى اتصفى جدا من ميته. فوالله العظيم قليته بحبه زيت صغيرين جدا ما شربهمش. بس انتي لو ما عندكيش زيت رشيه برشه زيت وحطيه تحت الشوايه يتحمر، وقلبيه كل شويه، وبعد كده حطيه في الصلصه عادي، يعني ما تخليش حاجه توقفك. مش معنى ان احنا ما عندناش زيت مثلا هنقف، لا ابدا. بصوا والصلصه بقى بالخل والثوم، مش عايزه اقول لكم والله ريحتها جنان وطعمها جنان. بصوا، وب5 جنيه بتنجان وب5 جنيه طماطم عمل لي بصوا يعني حبه حلوين محترمين. لو انت كمان عندك قرنين فلفل يرميهم فيها تبقى تحفه، بس انا عاملاها من غير فلفل عشان انا في الحقيقه ما اشتريتش فلفل يعني. وجبت ب10 جنيه بطاطس، ادي ال20 جنيه طارت. ب10 جنيه بطاطس عملت نصها بس لاني اشتريت 2 كيلو بطاطس ب10 جنيه. خدت كيلو منها وشلت كيلو، يعني كمان وفرنا كيلو كمان هنستخدمه مرة كمان. شفتوا بقى الهنا اللي انا فيه؟ والله عمار يا مصر عمار، لسه ال20 جنيه بيجيبوا اكل في مصر. الحمد لله البلد دي والله محفوظة من عند ربنا. سلقت البطاطس كلها، الكيلو البطاطس زي ما قلت لكم سلقته.
هرست نصه بالثوم كده والكمون، وحطيت على فيه شويه زيت، طعمها جنان يعني. وانا قاعده اتسليت فيها كده تحفه. والنص التاني حمرته، قطعته حتت كده وحمرته عشان اللي مش عايز بالثوم ياخد مني. نوعي نوعي. و... وكان عندي في الفريزر ده، والله في الفريزر، بصوا لسه حتى متجمد اهو. بصوا لسه متجمد اهو. طبق عدس بجبه كده، كنت طبخاه من كذا يوم، ولما اتفضل قلت العيال هيسيبوه هيحمض او هيبوظ او مش عارفه ايه، خساره يعني. ده العدس ب40 جنيه ابو جبه ده. فقلت يا بنت احطيهم في علبه في الفريزر، حاطينهم في علبه في الفريزر، وادي لهم عوزه النهارده طلعتهم. إيه، ووطيت عليهم النار كده، حطيت لهم حبه ميه ووطيت عليهم النار وسخنتهم. بقى طبق العدس اهو، والبطاطس اهي، والبتنجان اهو. جايبين الجرجير وجايبين العيش، عايزين ايه تاني اكتر من كده يعني؟ وزي ما قلت لكم ب20 جنيه بس، حسبتها لكم ب10 جنيه بتنجان وطماطم، و10 جنيه بطاطس، وده كان عندي بايت حرام. و2 جنيه جبت بيهم الجرجير والعيش. لو انتي بقى يا ستي ما عندكيش طبعا طبق البتنجان ده، طبق جبنه قديمه عليه طماطمايه وقرن فلفل كده، وعيشي حياتك. حته جبنه بيضه قطعيها على طماطمايه وحطيها جنب الاكل. حاجه بايته عندك من قبلها طلعيها جنبه. بتنجان وبطاطس بس، فضل ونعمة. وعلمي الولاد ياكلوا أي حاجة موجودة في البيت، لأن كلنا في الهوا سوا، وكلنا بنعاني من زيادة الأسعار، كلنا بقينا زي بعض الصراحة، وكلنا بنتمنى يوم بنوفر فيه. وبصوا، حماتي كانت دايما تقولي ده مش فقر، ده قلة رأي. يعني مفيش حد فقير، ده بيبقى قليل الحيلة وقليل الرأي. فانتي بقى ايه، وفري كده. مش عايزة تعملي كل اللي بقولك عليه ده، هاتي ربع كيلو عدس ب12 جنيه واعمليه. اعملي شوربة عدس، وجيبي معاه ب5 جنيه شعرية، يبقوا 17 جنيه. واعملي عدس بشعرية وخليهم كلهم يغمسوا. وبجنيه عيش كده، ولا حبة مخلل عندك، انا لسه كمان هطلع مخلل. وعيشي حياتك. اديني قلتلك ايه فكرتين رخاص جدا بأقل من 20 جنيه. وقولي عمار يا مصر فيها اكل لسه ب20 جنيه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم والفكرة تعجبكم، لو عجبتكم حطوا لايك. سلام عليكم.